هو احنا ليه ما نقدرش نرجع الآثار بتاعتنا اللي بره؟ هل كلها ما تنفعش ترجع ولا في بعض منها ممكن يرجع؟ السؤال ده اتسألته كتير قوي، فأنا حبيت إن أنا أوضح إيه الآثار اللي ترجع وإيه الآثار ما ترجعش. أولا، القطعة الأثرية لما بتخرج معاها ورق. الورق ده ساعات بيبقى أصلي وساعات بيبقى مضروب. بيتعرف إزاي؟ بيتعرف لما بنطلب إن احنا نشوف الورق ده ونلاقي إن فيه معلومات متضاربة أو معلومات غلط، زي اللي حصل مع تابوت نجم عنخ. لقينا إن في بعض المعلومات اللي في الورق بتاعه غير أصلية، فبالتالي قدرنا إن احنا نرجعه، بس طبعا بعد الكثير من المفاوضات وإن احنا رفعنا قضايا وعملنا ورق مظبوط فقدرنا إن احنا نرجعه. في قطع أثرية تانية بقى طلعت في وقت ما كانش فيه قانون بيجرم تهريب وسرقة الآثار. في الفترة دي كانت تعتبر ملكية خاصة، يعني كان في ناس بيجوا مصر ويشتروا الحاجات دي، فكان بتطلع معاهم شهادات تثبت هم خدوها من أنهي تاجر أو خدوها من أنهي مكان وخدوها إمتى وإزاي وفين، وتفاصيل كمان القطعة. طبعا هديكم مثال على كده. القطعة والقناع اللي قدامكم ده قناع بيعود للعصر المتأخر لسيدة غير معروف هي مين. طب إزاي احنا مش عارفين هي بتاعت مين؟ لأن ده عبارة عن قناع فقط يا جماعة، مفيش فيه أي كتابات أو مرفقات نعرف من خلالها مين الشخصية صاحبة هذا القناع. لكن من خلال الستايل ودراسة الخشب اللي مصنوع منه هذا القناع قدرنا نأرخ إن هو بيعود للعصر المتأخر. طبعا الشخص اللي اشتراه هو مواطن فرنسي، اشتراه لما كان في مصر هنا سنة 1917. سنة 1917 ما كانش في قانون بيجرم سرقة الآثار وبيع الآثار. اشتراها ب 12,000 فرنك سويسري، وخدها وباعها مرة أخرى في ألمانيا، وفي نفس الوقت حاليا كان معروض في معرض مزادات واتباع للمرة التانية أو للتالتة. ده موقع البيع وموقع فيه آثار تانية موجودة عليه، ومكتوب تفاصيل بيع القطعة دي في الورقة اللي قدامكم دي. يعني دي الورقة بتاعت القطعة دي اللي اتباعت. فبالتالي هنا لا قانونا ولا شرعا ولا أي حاجة تقدر أنت ترجع القطعة الأثرية دي. عرفت بقى ازاي بنرجع آثار وازاي ما بنرجعش بعض الآثار بسبب الموضوع ده. هل الورق المرفق للقطع الأثرية أصلي ولا غير أصلي؟ الأثريين في مصر يا جماعة بصراحة بيخوضوا معارك، لأن هم اللي بيخوضوا. مفيش عالم مصري أجنبي هيجي يحارب رجوع القطع دي لمصر، هم الأثريين المصريين فقط. نسأل سؤال كمان. الآثار اللي بتسرق من المتاحف في الأوقات اللي بيحصل فيها أي نوع من أنواع المشاكل، القطع الأثرية دي بتتعرض عادي هناك وبيبقى معاها ورق ولا إيه حكايتها؟ لا يا جماعة، القطع الأثرية دي ما بتتعرضش خالص في الفترة اللي بيكون فيها الناس مركزة مع القطع. ليه؟ لأن القطعة دي بتكون ليها رقم في المتاحف، والرقم اللي موجود في المتاحف بيبقى مكتوب على القطعة بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. فلما بنيجي نرجع للرقم ده ونطلعه من سجل أو أرشيف أي متحف، بنعرف إن القطعة دي خرجت بطريقة غير شرعية من البلد عن طريق السرقة. غباء إن حد يسرق قطعة أساسا كانت موجودة في متحف، بس هما بيستغلوا إن الدولة دي ممكن تقع، فبالتالي بيعرضوها عادي، زي مثلا ما حصل مع في العراق، وما تقدرش تطالب برجوع هذه القطع. عشان كده السرقة اللي بتحصل في المتاحف بترجع تاني نفس القطع، بترجع بس تظهر، هما بقى مش بيخلوها تظهر. في سؤال كمان، ايه هو؟ بالنسبة للقطع اللي بتطلع بطريقة غير شرعية من التحفاير الغير شرعية اللي بتحصل في البيوت الأهالي وبيطلعوا الآثار دي بره، طبعا دي بتبقى حاجة صعبة شوية. لان انت اولا انت عايز ان انت تعرف ان القطعة دي ظهرت جديد او ما ظهرتش جديد، بجانب ان انت بتقعد تعمل نفسك المحقق كونان عشان تثبت ان القطعة دي طلعت بطريقة عن طريق الحفاير الغير شرعية. بس بتتفقس امتى؟ لما بنشوف الورق بتاعها بيتعرف على طول انها خرجت بطريقة غير شرعية نتيجة لوجود تزوير كتير. وده حصل ساعة لما مسكوا مدير متحف اللوفر لما كان مشترك مع عصابة لضرب ورق خاص بهذه القطع وعرضها في المتاحف. فطبعا دي لو واحد مثلا متخصص في علم المصريات بيبقى عارف ان القطعة دي اول مرة يشوفها، ان القطعة دي مش موجودة في السجلات. دي بتعتمد على ثقافة عالم المصريات مش اي حاجة تانية. لو اتعرفت بيتم الابلاغ عنها وبيتم استرجاعها، زي ما بيحصل ممكن يكون يوميا. والله وزارة الآثار بترجع الكثير من القطع الأثرية اللي خرجت بأكتر من طريقة خارج البلاد.